يبقى أنا كنسلت. call off يلغي. يبقى cancel معناها call off. cancel معناها call off. hand in يسلم. أديلك حاجة في إيديك. بقت حاجة في إيدي أو وصل لك الحاجة يعمل لك deliver. يبقى deliver معناها يسلم. يبقى لو بسلم حاجة في إيد حد اسمها hand in. والله حد يقول لك والله وصل لك الماركر ده في إيديك. يبقى I'm gonna hand in this. يعني هسلمه في إيدي. يسلم deliver. طيب donate يتبرع. خلي بالك برضه من الفيرب ده. donate معناه يتبرع. قال لك يتبرع يبقى اسمها give away. مش عايزها خالص بتبرع لله. يبقى donate give away. give يعطي يبقى give out. give out يبقى يعطي. كلمة disappointed معناها محبط. يعني يخذل حد. دي معناها let. بس let لازم ابقى شخص. مين اللي اخذله؟ let مثلا someone خذل حد. he lets me down. يبقى هنا في مفعول وهنا في فعل. لو انتوا فاكرين ان شبيهه بالكوزيتيف. لو انتوا فاكرين دي شبيهه بالكوزيتيف بس هنا لغايه ده بنوقف لان مش محتاج احط بعدها الفعل اللي في المصدر زي الكوزيتيف. فالليت داون معناه disappoint someone يخذل. praise اللي فيها اي في المنهج عندنا معناها يزيد او يرفع حاجه قلنا بارادته زي raise your hand. لكن لو جاء معاها children اطفال يبقى معناها يربي. ودي في البريزنت فيرب بيساوي bring up children. يبقى bring up بيجي بعدها children معناها يربي. die out بيساوي pass away. يبقى يموت او يرحل عن عالمنا اسمها pass away واللي بيساويها die out. collapse معناها ينهار ويتفكك. لما الحاجة تنهار متفككة اسمها collapse أو fall apart. زي العمارة لما تنهار يبقى إذا عملت fall apart. أو لو حاجة مركبة مثلا قسمت عن بعضها يبقى fall apart اتفكت عن بعض انهارت. collapse. كمان في حاجتين بيساوي كلمة شيك معناها جفاف. صح؟ اللي بيساويها قال لك look through. بس look through يعني يقول لك افحصي شيكي هنا وهنا وهناك. شيك هنا شيك في الدولاب ده. look through the kitchen the bedroom. look through ده. لكن لما اجي عند الورق يعني هشيك في ورق معين يبقى مش هاخد look through هاخد go over. يبقى go over بتيجي مع بتيجي مع الورق. يبقى لو اقول لك اديك ورق وشايك في الورق ده يبقى هتعمل جو اوفر. شايك في اي حته يبقى look through. وده look اصلا معناه يبقى معناها تشيك والاثنين معناهم تشيك. بعد كده عندك كلمه worn out. يعني ايه worn out؟ جاي معناها حضرتك exhausted مرهق او tired. كلمه run over خليكم الحته دي. يعني ايه run over؟ was hit by a car. والله لما حضرتك حاجة يدوس أو تدهس معناها run over. The car runs over the boy. دهست الطفل. يبقى دهست معناها دهست run over. طبعا لو في الماضي بتبقى تسوي تاني يبقى ممكن تقول ran over. خلاص run over دهست. ايش كلمة hit وكار عربية دهست. truck اي حاجه ترين اي حاجه بتدهس اي animals human اي حاجه اسمها run over يعني دهس. طب ورن لو كان معاها انتو لا مش دهس. ده انا اللي هخبط في حاجه زي مثلا اخبط في حيطه اخبط في سايق عربيه واخش في شجره او بالعجله اخش في شجره. في الحاله دي عملت run into. دي معناها ان حضرتك بتعمل hit into tree او wall. يبقى لو انت خبطت في التري في الشجره او في الوال الحائط يبقى run into. طب لو عملتي run over. ما over معناها كده يعني فوقيك يبقى دهسه. هي الفكره انك بتفكر حركه البريبوزيشن over دهس run over دهس run into يبقى عمل تصادم. اتصادم دخل في حاجه. عمل تصادم في حاجه. دخل في حاجه في اللغه العاميه. باي اوف ودي معناها
كل اللي عليك ان كده pay off ما بين معنى يدفع، يبقى يدفع او يسد ديونه pay off. pay off يسد اللي عليه. حد يقول طب ما pay معنى يدفع، بس لو اقول لك لا ده في pay off ده كان عليك ديون، يبقى pay off يعني يسد اللي عليه for his own اللي كان ايه his own او his own اللي هي ديون. take off ليها كذا معنى، ركزوا بقى معايا. take off لو جه مع الطياره يبقى معناها يغادر. take off لو جايه مع ملابس زي change clothes يبقى معناها يقلع ويغير. خلي بالك طياره plane يبقى معناها leave غادرت. لو شفت كلمه change clothes يغير هدوم يبقى معناها take off. الاثنين معناهم take off، بس شوف هو عايز ايه في المعنى بتاعك كان بيكتب. عايز